ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهداتي العزيزات مع زنزونة أو زينة حجازي. زينة جاية لنا يعني واخدة تذكرة جاية من دبي علشان الشوية القليلين دول وراجعة تاني. زنزونة أنتي منورانا. نورك يا زينة كانت موجودة معانا قبل كده، كنا بنتكلم على تنسيق الألوان في البيت، نتكلم على الطاقة اللي بتطلع من تنظيم الألوان، ولو عايزين فلوس مش عارفة مطبخ يبقى عامل ازاي، ولو عايزين مش عارفة ايه يبقى عامل ازاي، الطبيخ يبقى عامل. الحقيقة انه الست دي لو انتوا أول مرة تتفرجوا عليها فاللي هي بتقولوا ده علم، يعني هي معاها كم دبلومات وشهادات ومش عارفة ايه. هي دايما بتسافر حول العالم، امريكا والصين واوروبا ودبي ومش عارفه ايه، تروح تدرس كتير وتاخد شهادات كتيره جدا. النهارده بقى هي جالنا بفكر جديد، فكر مختلف، صح يا زنزون؟ صح. طيب هتعمل لنا ايه النهارده بقى يا زنزون؟ اليوم رح نحكي عن فن وسحر الترتيب، بس حنكتشف انه كنا نرتب كلياتنا بطريقه غلط. سحر الترتيب داخل البيت ولا للملابس؟ لا، لكل شيء في البيت. لكل شيء. رح نبلش اليوم في الملابس. نحن مثل ما اتفقنا حيكون في 2 بارتس اليوم، بس رح نحكي الجزء الاول. ايوه، اليوم رح نحكي عن الملابس وبعدين بنحكي عن الاشياء الثانيه في البيت. أوكي. رضوى قبل حوالي كم سنه كان في طريقه انتشرت، طريقه واثرت بكثير من اليابانيين ووصلت حتى لحول العالم، لامريكا، لاهم البرامج بامريكا وهوليوود. وكمان صاحبه او مؤلفه او مبتكره هاي الطريقه بطل عندها وقت انها تاخذ استشارات جديده، لدرجه انه اذا بدك تاخذي معها استشاره بدك تستني على لائحه الانتظار 6 شهور. علشان هيك قررت انه هي تعمل دورات وكمان تكتب كتب، وفعلا كتبت كتب وصلت لاكثر مبيعا في العالم بقائمه نيويورك تايمز. هاي الطريقه اللي هي اليوم رح نحكي عنها هي الطريقه اليابانيه اسمها كون ماري ميثود، نسبه لمؤلفتها ماري كوندو. هي بتقول انه قبل ما نبلش بالترتيب لازم نبلش بعقلنا، يعني 90% من اي شيء بنعمله بحياتنا اول شيء ببلش في العقل، اذا مش 99%، والباقي بيكون تطبيق. فعشان هيك نحن لازم نغير طريقه تفكيرنا على الترتيب. اول شيء بتعمله هي لما بتدخل تعمل استشاره او علمتنا انه نعملها، هي انه لما ندخل على البيت او على الغرفه، فلنفرض نحن قررنا انه بدنا نبلش في الملابس، بتدخل على الغرفه وبتعطي طاقه امتنان او بتشكر المكان. انا طبعا اخذتها وغيرتها، قلت انا بشكر ربنا، بحمد ربنا انه في سقف فوقيه، بتحمدي كل شيء حواليكي. وهي كمان بتقعد مثل ما نحن بنصلي لما بنقعد هيك، اول شيء بتعمله. بعدين بتقول انه اول خطا بنعمله نحن كنا نرتب حسب المكان ومش حسب الفئه. كيف يعني مش حسب الفئه؟ الفئه يعني الملابس، الكتب والى اخره. نحن كنا اليوم برتب غرفه القعده، بكره برتب المطبخ، وهذا الحكي كثير غلط. هي بتقول بنبلش فيه حسب الفئه. فلنفرض نحن بلشنا في الملابس، بتقول بتحطي كل الملابس اللي عندك في البيت، حتى اذا كان في الغسيل، يعني كل الملابس تحطيهم قدامك اللي هم الهدوم، لدرجة انه ممكن يصير قدامك جبل من الاواعي. بتمسكي قطعة، يعني بتمسكي القطعة اللي عندك قطعة، لازم لما تمسكيها تشعري بسعادة عشان تخليها. فالسؤال اللي بدنا نسأله، بتسألي حالك هل هاي القطعة عم تشعرني بالسرور او بالبهجة اللي هي does it spark joy زي ما هي عم بتقول؟ اذا بتخليها، بتحطيها على جنب. اذا لا، عندك 3 حلول. الحل الأول ممكن تكون هي خربانة، يعني هلأ مثلا ممكن ملابس خلص مقطعة ممزعة غير صالحة، يعني ما في داعي إنك تعطيها لجمعيات، لازم برضو الإشياء اللي تتبرعي فيها تكون مرتبة، فبتحطيها على جنب. يا إنك بتعطيها لجمعيات خيرية، يا انه بتعطيها جيفتنج، وهلا بنحكي هديه يعني لاشخاص اذا كانت كثير غاليه وانت مش لابستيها غير مره واحده او لسه التاج عليها مثلا. بنحكي هلا اكثر بالتفاصيل مين تهدي هاي الهدايا. وثالثا انك انت نكبها، يعني نكب اذا كان خربانه بنكبها او بنعطيها. احنا بننظف بيها. ايه، احنا مش بنرميها، احنا بننظف بيها. ممكن برضه هاي ريسايكلينج، يعني هاي اعاده تدوير. متطورين عن الست اللي انت بتتكلمي عليها. احنا بننظف بيها، بنعملها بقى ايه، فوط، ها، وبنمسك البتاع نقوم نعملها اللي هي ايه، ننفض بيها التراب. ممكن، يعني فكره مبتكره. بنعملها زعافه، خلي بالك. يعني احنا بقى ايه، خلي بالك بقى فكرنا متطور عن الست دي. احنا كمصريين بنجيب بقى ايه ونعملها حتت ونقص. والله انا عندي في البيت بعمل كده والله. لا بس هاي فكره مبتكره منيح، يعني بدل ما تكبي شيء بترجعي بتعملي له اعاده تدوير. اعاده تدوير. هم عملوا اعاده تدوير الحاجات اللي مقطعه، ننظف بيها البيت. ممتاز. أوكي. بس هي من الطاقه بيفضل انك اي شيء خربان يكب،
طاقيا يعني. يعني نرميه. خلاص. بس احنا نستفاد بيه، حرام احنا دافعين فيه فلوس يا زينة. شايفين جينا هذا اللي هي بتحكيه، انه نحن ليش اصلا شو سبب الفوضى في البيت او الكراكيب. السبب الاول هو انه وهو سبب 90% منا، انه نحن فعلا ما بنعرف، مش عارفين نتخلص منه، و10% انه نحن عندنا اشياء مش عارفين نرجعها مكانها. ليه نحن 90% مثل ما انت تفضلتي حضرتك 90% ما بنعرف نكب الشيء؟ لانه بنمسكه ببلش عائلنا. وانا حستلهم الطريقه منك، انت بتقولي بلوك بلوك بلوك، انا بقول اي عباره بتطلع على براسك بنعملها بلوك خلص. يعني اي انه بصير يطلع اشياء بعقلك، مثلا انه هي غاليه لقيمتها يعني قيمتها الماديه. في ناس كمان قيمتها المعنويه، ممكن تكون من شخص اهداك اياها في الماضي. هي نحن يا متعلقين في الماضي، عايشين في الماضي، او خايفين من المستقبل، يعني خايفين شيء نستخدمه في المستقبل. فهي هاي الاسباب اللي عم بتسبب الفوضى في البيت. فلما بتطلع نعملها بلوك ما ندخلها. ف بعد ما نجيب ونخلص، ما بنبلش نرتب، بنحطهم على جنب. ممكن تسلحي حالك باكياس من اكياس زباله اللي هم الاسود. اذا ما بتحبي، انا ما كنت احب، فجبت اكياسهم هم خضر حتى تعطيهم. اكياس بلاستيك. اكياس بلاستيك. أوكي. حتى بس تحطي فيهم الاغراض، الحاجات اللي احنا مش عايزينها. اوكي، عشان نوزعها بعدين. بس ما بنبلش الطريقه الفعليه او لها فاعليه كثير كبيره في الترتيب، هي انه نحن نكب كل شيء بعدين نبلش نرتب. فبعد ما نكب كل شيء بنبلش نرتب. لما نبلش يعني انزل كل الدولاب واشوف ايه اللي انا محتاجاه وايه اللي انا مش محتاجاه. ده انت تقصديه فئه. يعني اول شيء بتبلشي في الملابس، بعدين هلا الفئات بالدور لازم تعمليها. فاول شيء لازم تلتزمي فيها لسبب هلا بقوله. اولا الملابس، لانه هي اسهل شيء. ثانيا الكتب، وبعدين الورق، بعدين هي فئه سمتها الكيمونو، وهي الاغراض المتفرقه. يعني اي شيء مو كتاب او مو ملابس او كذا ممكن يدخل فيه. لعب الاطفال مش عارفه ايه كذا تقصد. المطبخ، الحمام. طيب قبل ما هنبلش او قبل ما هنبتدي، انت جايبه لنا صور علشان نقول للناس الفكره بتاعتنا. صح كده؟ او احنا هنبتدي نعمل ايه. فانا بس بطلب من زمايلي ان احنا نحط، شكرا جزيلا، هنحط دلوقتي الصور على الشاشه. هنفهم الناس ايه اللي بيحصل اهو دلوقتي اهو كده. ايوه، هلا نحن حنعلم الطريقه لايف على الهواء. بس أوكي. قبل ما اخلصها خليني بس احكي على اخر كاتيجوري، من اخر شيء بنخلص فيه هو الاغراض العاطفيه. فحنبلش مثلا ثانيه انا حبيبي، انا عايزانا بس قبل ما تشرحي لي ايه ده. قبل ما تبتدي هاي بعد ما خلصت طبعا هي الضب، رتبت الاشياء. نحن لازم نجيب اللي هو البوكسات الشفافه، بتفضل شفاف حتى تشوفي كل شيء. وكمان ما نكتب. يعني في وحده من الناس اللي كانت راحت عندها تستشيرها، هي كتير مرتبه، يعني كل شيء عندها مرتب. وكان دائما تقول انا عم بيصير عندي فوضى في البيت. فاكتشفت انه كانت اللي هو البوكسات اللي زي هيك كانت حاطه صوره وكاتبه عليها مثلا انه هون التيشيرتات، هون كذا. فنحن ما نستقل بالكلام، لا يفضل انك تحطي كلام، خلاص بس يكون شفاف وشايفه منه كل شيء. لكن ما احطش اي حاجه كده تقول ده في كذا. هي ما يعني هي لقت انه هذا الحكي رح اوكي. احنا معانا صور تانية يا شباب ولا خلاص كده؟ في كمان. طيب هم قالوا لا خلاص. طيب يلا. طيب هلا حنبلش. بدي اعلم الطريقه. يلا تفضل. بالملابس. هلا هي بتفضل انه نحن نحطها على السايد الوجه، لكن انا بحس هلا لانه هاي البلوزه هلا واضحه شو هي، بتقدر تعرفيها. بس لما تكون بلايز كلها سود مع بعض ما بيبين. فانا بفضل انه نعملها بالقلب حتى تشوفي شو في على البلوزه. اوكي. لما بتضبيها. فاولا هي بتقول انه في طاقه حلوه في الايدين. بنعمل اول شيء بنعطي طاقه حب للاواعي، وبنقولها شكرا مثلا انه انا دفيتيني اليوم. ممكن لابنك هذا لانه لولد صغير، فممكن تقولي عن ابنك انه شكرا لانك حميتي ابني اليوم، طلعتيه بشكل حلو، او اي شيء ممكن تطلعيه ايجابي وتعطيه هيك يعني حنيه، تعطي حنان للاواعي. اوكي. بعدين بعد ما بنعطي هاي اللمسه من ايدينا بنبلش نحط بهالطريقه. طبعا انا عملتها من ورا، هي الطريقه الصح تنعمل من قدام. برضه بنرجع بنعطيها، بنضلنا نظبط فيها هيك. بعدين بنجيبها فوق الثانيه تقريبا بهالطريقه. اوكي. وبنرجع دائما بنمسك الطرف اللي هو الضعيف، اللي هو بيكون دائما القبه، وبنحطها لتقريبا النص بهالشكل. بنرجع برضه بنعطيها. اوكي. بعدين بنعمل هيك وهيك بتوقف. انا ما بعرفش كيف بنوقفها بهالطريقه.
هذا للتيشيرتات. اوكي. حامل هلا كمان في شيء حابه اعلق عليه، انه نحن دائما هي تركتها بنخلي التاج، وهذا الحكي غلط. هي بتقول انه نحن لازم نشيل التاج على طول، لانه طاقه انه نخلي التاج بتضل انه لما تحطيها في الخزانه ما راح تيجي تطولي، حتحسي انه لساتها جديده بلبسها لسه بعدين، فبالتالي بضل انه الاشياء عندنا مش ملبوسه. اوكي. الكم اوكي نفس الشيء برضه بنعطيها، بنحطها للنص. الكم بس بنعمل هيك، بنترك من هون شوية فراغ من الجنبين، بنرجع بنحط الثاني بهالشكل، بعدين نفس الشيء من هون لتقريبا النص. حتى الأشياء دايما الشتوية بتكون هيك بتضلها، ممكن نحطها هدول أنا كنت أحكي عنهم، إنه ممكن تشتريهم وهم نحطهم مع بعض. هي طبعا دائما بنحط نفس الكاتيجوري، نفس الألوان مع بعض، بنحط دائما من الأغمق للأفتح. يعني لما بنحطهم سواء كان في الضب أو بالخزانة بالدولاب. طبعا غلط، نحن معظم الأشياء اللي عندنا أكثر شيء بنشتريه بالأغراض هي الشرابات. ونحن كيف نضبها؟ هيك يا هيك الأمهات بيضبوها بس غلط، لأنه هذا بيخرب الإلاستيك تبع الجرابات وما بيعطي سبيس. فنحن أنا جبت سايزين، لأنه ممكن يكون سايز صغير وسايز كبير. فالسايز الكبير بس نطويه هيك ومن طويه حسب طوله. يعني هلا مثلا هذا خلص بس هيك نرجع بنحطه في الديفايدرز. هلا هي بتقول انه مو شرط تروحي تشتريهم هدول، انت بلشي بضب البيت وشوفي شو في عندك اصلا اغراض، وممكن تلاقيهم اللي هو بوكسات الاحذيه تبعتنا، بدل ما ترميهم الاحذيه او الهدايا او كذا، بدل ما ترميهم بتحطيهم جوا. او التليفونات من دون ذكر اسامي، التليفون بتحطي فيه تبع اللي هم الاشياء الصغيره تبعون الشرابات. طيب والشراب الصغير ده؟ الصغير بس بنعطيه، ما ننسى انه نحن نعطيهم لحالهم اول شيء هيك طاقه محبه وامتنان، وبنحمد الله انه والله الحمد لله على كل شيء. وبس هيك خلص. فهم حيوقفوا، شوفي انا حوريكي، هم حيوقفوا بهالطريقه. بنحطه طبعا من الاغمق للافتح، وكل شيء نفس بعض. يعني الجرابات صار مع بعض، جرابات طوال مع بعض. حتى لو بدك تحطي على الماتيريال مثلا اللي هو الصوف القطن مع بعض، الخامه الخامه ممكن كمان تعملي هيك. طيب هدول للاطفال بهالطريقه بنحطها بس لهون. احنا دلوقتي وزمزم بتتكلم هي دي المفروض تبقى الصور النهائيه بهالطريقه ليه اللي هي بتعمل. لا استني، عايزين نعمله تاني ده يا زمزم بعد اذنك حبيبتي. دلوقتي هو على الشاشه دي الصور النهائيه للي زين عايزه توصل له، ان احنا نبقى مرتبين وفي نفس الوقت منظمين. المساحات بعطي مساحة أكتر، صح. هو بيعطي، لأنه باليابان البيوت كتير صغيرة. نفس الشيء على فكرة عندنا في دبي كتير صغيرة البيوت، فالخزانات هي أصلا بيلت إن أوريدي، فعشان هيك بتوفر مساحة كتير لنا للأشخاص اللي بيوتهم صغيرة. هون شوفي كيف ابتكرت. يعني ممكن أنت تجيبي كرتوني وتعملي لها، مش شرط تشتريهم، يعني ممكن تجيبي كرتوني وتقسميها بهالطريقة. أي شيء عندك ابتكري، كوني مبتكرة في البيت. أوكي. طب ممكن نرجع تاني يا شباب بليز، عشان زوزو تبتدي تعمل يلا. نفس الشيء، بس بنحط هاي لهون، بنجيب من هذا الطرف من هيك وبيوقف هيك، بنحطهم كلهم، بنحطهم حد بعض. برضو بتحطيهم بديفايدرز. هلا في قصص ممكن تمر عليكي فيها قبة عالية زي هيك، او حتى فيها طاقية. نفس الشيء عملها بسرعة كتير. نفس الشيء بنعمل نفس الطريقة، ما ننسى نعطيها حب يعني وامتنان. شكرا مثلا هاي ممكن تحكي انه انا دفتني، شكرا انك دفيتيني اليوم، بس انا بحمد ربنا يعني الصراحه. بس هم اليابانيين بيحمدوا نفس الطريقه بالضبط. هعملها بسرعه. بس هاي هلا بنرجع بنحطها، يعني بس اذا كان في هون قبه طويله او في طاقيه، نفس الشيء للنص وهيك وبنحطها. وكمان البلاطين نفس الشيء، زي كأنه بتكويها يعني.
وكمان على فكره انا لاحظت انه لما بلشت اطبق هالشغله بالذات صرت اشوف اذا في بقع، فعلى طول احطها على الغسيل. هلا هي الترتيب هو عباره عن حدث بيصير مره او مرتين بالسنه فقط، يعني هذا برضه الغلط الشائع اللي احنا عندنا اياه. هلا اذا كان هون انا نسيت سوري، هون بس بنعمل هيك، بعدين بنجيبها للنص نفس الشيء، وبرضه حيوقف الجينز. ونحط الجينزات بنحط الجينزات مع بعض. الاكسسوارز ممكن تجيبي زي هيك تقسيمات او انت تخترعي برضه من البيت، يعني ما طيب في اي مشكله. احنا ممكن زنزن بليز تقولي لنا انت مرتبه الدولاب ده بشكل معين؟ لانه هي بتقول انه لازم نحط الاشياء اول شيء الثقيله، والمثلا المعاطف. هلا في عندنا 5 اشياء، ما كل معظم تقريبا 3/4 الاواعي بعد ما نحن نكب وبدنا نرتب نعملها ترتيب، يعني نطبقها 3/4، ما عدا 5 شغلات اللي هي الجاكيتات، المعاطف والبدلات اذا في بدلات لزوجك، الدراسز بكل انواعهم، الفساتين والبلايز، واللي هو البلايز الرقيقه مثل هيك بالضبط بنعلقهم. التيشيرتس، الشيرتس، البلايز الرقيقه بنعلقها بهالطريقه. هلا انت لازم يكون شكلها مثل شايفه مثل شكل السهم، يعني الطويل فالاقصر فالاقصر فالاقصر. وبتحطيهم هلا هون احنا ما عندنا كثير اواعي، بس بالبيت حيكون عندك مثلا اكثر من فستان، فبتحطي الفساتين حد بعض. ليه عامله الحركه دي يا زنزن؟ لانه بتريح العين. اكتشفوا انه انت لما تفتحي هيك بتريح العين وبتشوفي كل شيء. فانت لما بس تفتحي الخزانه انت شايفه كل اغراضك، يعني لما تنتبهي هيك، غير لما ما تحطيهم طويل قصير، هي فوضى يعني كركبه هيك مرتبه. وبعد اذنك بس عايزه اعرف الالوان. يعني بترتبيها بالالوان. احنا هون ما معنى انه نقدر نرتب. ممكن ترتبيها بالالوان. وكمان يعني هل هي كده هنا مرتبه صح يا زينه؟ لا هلا الالوان لا، لانه الالوان عندنا ميكس هون. معلش ممكن تقومي بعد اذنك بس تقولي لنا نعمل ايه؟ اوكي. هلا مثلا عندنا هاي، انا اوريها الكاميرا فين؟ لا ممكن نقف هنا حبيبي. اوكي ايوه اوكي. هلا مثلا هاي طويله، فاي شيء يعني بنحط نفس الجمب سوت من يعني جنب بعض، ولازم يكونوا طوال، ابيض مع ابيض، اسود مع اسود، نفس الالوان. في عندنا هون الدريسز كمان، المعاطف، الفساتين، المعاطف طيب الجواكت دي بتبقى قبل الفساتين ولا بعد يا زينه؟ اللي هي ايه؟ المعاطف، الجاكيت ده بيبقى قبل ولا شيء بعد؟ بيفضل انه المعاطف اخر شيء، سبيشالي اذا نحن بفصل الصيف. فبرضه كمان غلط نحن بنعمله، انه نحن دائما امهاتنا كانوا يحطوا اواعي صيفي واواعي شتوي تخزنيها وتضبيها. هي بتقول لا، كله لازم يكون بنفس الخزانه، وكمان التخزين لازم يكون في الخزانه، مش عندنا مخزن في الدولاب. اوكي طيب أوكي. الجواكت بقى دي او الاصفر واللبني والاسود، هل هم مرصوصين بنفس الالوان اللي انت بتقولي عليها ولا لا؟ ممكن زي ما قلت نفس اللون، او حتى الماتيريال تحطيهم جنب بعض ارتب. لا انا قصدي ان الاسود اللي في النص ده، هل هو مكانه صح ولا مكانه غلط؟ لا مكانه صح. هذا مكانه صح، مكاناتهم صح، بس بدك بس تنتبهي على الطول، وكمان انه يكون نفس الفئه جنب بعض. طيب اتفضلي نفس الفئات جنب بعض. طيب لو انا عندي بقى اللي هم بيسموهم الاندر شيرت، اللي هي بتبقى البلوزات اللي بتتلبس تحت الهدوم، اللي بحمالات ومش عارفه ايه وكذا وبتاع، تطبيق ولا اعلقهم؟ لا تطبيق. كل شيء غير هدول تطبيق، بس هدول بيتعلقوا، بس هاي الفئات اللي بتتعلق، الباقي كلها بتطبقيها عشان بتحافظ عليها اكثر، بتعطي لك مساحه، وبتعرفي اصلا انت لما تحطيها هيك كلهم جنب بعض نفس الالوان حتشوفي كل جينزاتك، حتشوفي كل الوانك، فهي اسهل لك. اصلا اللي عم تحكي عليهم كثير اسهل انه نحن نطبقهم مثل هيك، اسهل لك حتى تشوفيهم، لانه اكيد عندنا كثير منهم هدول دائما اشياء البيسكس بالاواعي. طب اخر سؤال، الحزمه؟ لا بالاكسسوارز. هل طيب في بقى طريقتين لضب، او مش اسمها ضب، بيسموها ضب، توضيب الحزام. في ناس بتعمل ايه؟ بتلف الحزام مدور 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 كده وتحطه. وفي ناس بتجيب شماعه وتقوم حاطه الحزام، التوكه بتاعته بتبقى هنا والبتاع بتاعه بيبقى هنا، انهي فيهم تعلقيه؟ في اشياء بتشتريها للاحزمه بتتعلق، افضل شيء للحزام حتى تحافظي عليه تعلقيه. ومثلا هدول هيك تحطيهم يعني قدامك، مثلا اللي هو النظارات برضه. الاكسسوارز ممكن نحكي فيها اكثر اذا بدك بعدين، بس هي الاحزمه نحن بنعلقها. بس انا بدي احكي
شغله على الاواعي، انه لما نكب الاواعي في كثير من الاشياء اللي ممكن نكبها بتصير تقولي مثلا تكوني غاليه او مش مستخدمتيها، بتصير بتحطيها في البيت انه خلص بلبسها في البيت. فما يعملوا هيك ابدا، لانه الناس ما بتشوف، فبلبس اشياء كثير واسعه، اشياء الخربانه لا، انه انا بتخلصوا منها. هاي من الاشياء اللي نحن لازم نتخلص منها، ما نستخدمها. بيستخدموها يلبسوها بيجامات في البيت كثير من الاشخاص. بيستخدم يعني اي شيء ما بدك اياه، خلص ما بدك اياه برا، فبتقولي الناس ما بتشوفني فبستخدمه بالبيت عشان بس تحللي انه في ناس فلا، هذا كثير غلط. كلنا كنا نعمله، انا اول وحده. هلا كبيته. انا كل الحاجات اللي انت قلتيها النهارده غلط انا بعملها طول الوقت. بس حقول لك شغله، الترتيب كثير. انا اكثر شيء استوقفني انه الناس اللي كانوا يروحوا عندها ياخذوا استشارات واخذوا الدورات، وكانوا يقولوا انه هي تخلصت من، مش بس تخلصت من كثير اشياء بحياتها، وحده منها مثلا انه طلقت او مثلا تركت جوزها. على النقيض تماما في وحده قالت لها انه انا علاقتي بجوزي تحسنت اكثر واكثر. في ناس خسروا وزن، يعني لما بتروحي عندهم على الخزانه وبتشوف كثير في عندهم اواعي، اعرفي انه عندهم مشاكل في الصحه وبالوزن ما عم بيخلصوا منها. ليش نروح لبعيد؟ انا شخصيا لما طبقتها من 3 سنين نزلت تقريبا من 18 ل 20 كيلو من وزني، انفتحت بوجهي كل ابواب الرزق صراحه بكل شيء. فهو الترتيب طاقه، يعني انت لما تخلي شيء عندك في البيت انت ما عم تستخدميه، هي طاقه مختزنه. فحتى الناس اللي بتدخلي عندهم على الحمام وبتلاقي انه كثير في عندهم اغراض للبشره، واعرفي انه عندهم مشاكل في بشرتهم، ولما تكب وتخلي بس منتج واحد اثر بشكل 90%، تحسنت بشرتها، نزلت من وزنها. وهدول تجارب هي يعني ناس طلعوا حكوا عنها من هاي التجربه، وانا اولهم. يعني عم بحكي لك عن تجربه. انا بحبك جدا وانتي نورتينا جدا حقيقي. وعجبني قوي اللي انتي بتعملي، وعجبني قوي الدراسات اللي انتي اخدتيها والشهادات اللي انتي اخدتيها. كان لي حظ ان انا اتعرفت على زينب من حوالي شهر ونص. كنت قاعده بتكلم معاها فوريتني الحاجات والشهادات، وقعدت تكلمني في علم الطاقه وعلم مش عارفه ايه والتطبيق ازاي ونعمل ايه. فانا قلت لها زينه لو سمحتي ارجوكي اذا ما كانش ضايقك تكوني موجوده عندنا هنا كل شهر ضيفه عزيزه، نبتدي نوري الستات شكل مختلف من الحياه. انا بحبك، انت نورتينا. انا بحبك. زوزونا كمان عامله لنا مفاجاه. احنا النهارده هنحط البوست بتاعها على الفيسبوك. هنلاقي عدد من السيدات اللي دواليبهم متلخبطه، مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يوضبوها ازاي، مش عارفين يلبسوا ايه على ايه، لان هي كمان دارسه ده. زينب من اهم الستايلستس اللي موجوده في دبي. بتتعامل مع النجوم، الله اكبر بسم الله ما شاء الله، كبار، بتقول لهم يلبسوا كذا يعملوا كذا ومش عارفه ايه. ولانها حد حلو قوي من جوه، فاحنا عرضنا عليها ده وهي وافقت، مشكوره. فاللي احنا هنعمله ان احنا هنحط البوست على الفيسبوك، حتى لو كان دولابك ما فيهوش حتى غير 6 قطع 8 قطع، مظبوط. هي هتعرف تخترع لك حاجه خارج الصندوق، هتعرف الناس اللي عندها مشكله في دواليبها مش عارفه توضبها ازاي، مش عارفه تعملها ازاي، هي هتعمل مجهود وهتدينا خبرتها في الحته دي، وهتوفر عليكي زي ما بيقولوا الهم ده كله. هنحط بوست النهارده على الفيسبوك، وان شاء الله في الزياره الجايه هي هتزور كل الستات اللي احنا هنختارها بشكل عشوائي. نورتينا يا زوزو. شكرا. مشاهداتي عزيزات، هنروح لتقرير بسيط جدا ونرجع لكم من هي وبس.